تخيل تبقى مع شخص يضحك في وشك ويبان قدام الناس ملاك، لكن أول ما يقفل الباب يتحول لوحش. مش بيكتفي إنه يوجعك، لأ، هو بيستمتع يشوفك بتنهار قدامه. النرجسي الشرير مش زي أي نوع تاني. العلني ممكن يغرك بثقته، الخفي يخدعك بدوره المظلوم، لكن ده يجمع بين الاتنين ويزود عليهم أسوأ. ممكن يكون أذكى واحد في القعدة وأشرس واحد في الخفاء. في البداية يخليك تحس إنك محظوظ، يهتم بيك، يديك طاقة، يضحكك ويخليك تصدق إنك لقيت الأمان. بس الحقيقة هو بيبني القفص اللي هيحبسك جواه. مع الوقت تبدأ تشوف الوش التاني. لو نجحت يقلل من إنجازك، لو فرحت يخترع سبب يبوظ فرحتك، ولو يوم فكرت تواجهه يطلع الوحش اللي مستخبيه، صريخ، تهديد، تلاعب، وحتى أذى جسدي. الغريب إنه بره قدام الناس هو الشخص المثالي، كريم، متعاون، محبوب، وإنت اللي عايش في كابوس مش لاقي حد يصدقك. تسأل نفسك، هو إزاي كل الناس شايفينه طيب وأنا الوحيد شايفه شيطان؟ وده أصعب جزء، إنه يخليك تشك في نفسك، تحس إنك يمكن المبالغ، يمكن أنت اللي غلطان. بس الحقيقة لأ، هو متعمد يكسر ثقتك عشان يسيطر عليك. تخيل شريك حياة يعرف كل نقطة ضعفك ويستعملها ضدك كل يوم. تخيل صديق تفتكر إنك أمين معاه ولما تختلسه يفضح أسرارك. تخيل زميل في الشغل يضحك معاك وبعدين يدمرك بكلمة قدام مديرك. النرجسي الشرير أخطر من مجرد شخصية سامة، ده تهديد مباشر لسلامك النفسي وأحياناً لسلامك الجسدي. طب تعمل إيه لو اكتشفت إنك مع واحد كده؟ أول خطوة تعترف بالحقيقة، ما تضحكش على نفسك. تاني خطوة تحط حدود واضحة. وتالت خطوة، لو لقيت إنك بتفقد نفسك يوم بعد يوم، الخروج مش ضعف، الخروج حياة. لأن اللي زيه مش بيتمير، هو مقتنع إنه ما فيهوش عيب وإن اللي حواليه مجرد أدوات للسيطرة واللعب. النرجسي الشرير مش أي مواجهة معاه هتكون عادلة، لكنه عمره ما يكسب قدام شخص قرر يحمي نفسه ويختار نجاته. وده كان مجرد نوع واحد، ولسه في أنواع تانية هتكشف لك قد إيه الوجوه دي مختلفة ومرعبة في نفس الوقت. في كل بروفة كلمة، وفي كل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.